بل سأحاول باعتبار رئيسة جمعية آباء وأولياء التلاميذ إبداع حلول في ظل هذا الشد والجد للانتصار لمصلحة أبنائنا وبناتنا في التعليم العمومي، حيث أن توالي الإضرابات بالإضافة إلى الهدر المدرسي يتسبب لأطفالنا في تعرضهم لمختلف أشكال الخطر. وحتى لا أطيل في الإشكالات فأقترح أنه يستوجب علينا اليوم الانخراط بشكل فعال من خلال عمل جمعيات الآباء على استغلال الزمن المدرسي في تنظيم أنشطة في حالة استمرار الإضرابات، إما من خلال البحث عن متطوعين لتقديم دروس الدعم والتقوية في بعض المواد الأساسية خصوصا للأقسام الاجتهادية مثل الأولى البكالوريا، أقسام الثالثة إعدادي والسادسة ابتدائي، وتنظيم أنشطة رياضية فنية ثقافية أو استغلال منصات التعليم عن بعد. هذه المنصات التعليم اللي عدلوا لنا هذه الخطرة يكونوا داخل الأقسام لعرضها بشكل جماعي داخل الأقسام أو غيرها من الأنشطة التي يمكن أن تساهم في إعزاز بناء الثقة بين جمعية الآباء والأسر وكذلك التلاميذ. كما أنه يمكن الانفتاح على جمعيات وطلبة وأساتذة متقاعدين، وأعيد هذه الكلمة، وأساتذة متقاعدين لتقديم إبداعات أخرى يمكن أن تساهم في شكل كبير لتقوية معارف الأبناء عوض هذا الهدر المزيد من الوقت وتركهم عودة للشارع. وشكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للسيد المدير، شكرا للسيد الولي المحترم على هذا اللقاء، وشكرا للسيد المدير الأكاديمي، وشكرا للسيد الكاتب للشؤون الداخلية. أولا بصفة رئيس عبد محمد رئيس فدرالية إقليمية لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، حقيقة نتأسف كثير بما يقع. التلاميذ ديالنا اللي ما كيمشيوش للمؤسسات العمومية، واكثر من ذلك ملي كيشوفوا الوليدات اللي كيمشيو للتعليم الخصوصي. هنايا اولا ما كاينش تكافؤ الفرص. حنايا كفيدراليه اقليميه لواء الفيدراليه الوطنيه المغربيه عقدنا المجلس الوطني يوم 4/5/2023، خرجنا بما يلي، وكان حوار اللي استغرقنا 4 ساعات باش غير نخرجوا الصيغه. اولا نحن الاستاذ من حق دستوري يدافع عن الحقوق ديالو، وكذلك التلميذ من حق من الحقوق ديالو سيكون داخل المؤسسه. حنا فين كنختلفوا مع الاستاذ؟ كنختلفوا مع الاضرابات المتكرره، التضخيم الاضرابات المتتاليه. عندنا كل اسبوع الاثنين والجمعه والسبت كاين اضراب، يعني كيوقفوا فيها الاساتذه، وكاين 3 والاربع والخميس متواصل. السيد الوالي المحترم كفيدراليه اقليميه وفيدراليه وطنيه درنا خطوات، مشينا لنواب الامه، جلسنا معهم، جلسنا مع الفريق الاستقلال، جلسنا مع الفريق الاحرار، جلسنا مع الفريق الاثار المعاصره، جلسنا مع الفريق الحركه الشعبيه باش نضغطوا ويخرجنا بواحد، باش على الاقل ندخلوا باش الوليدات ديالنا ما يبقاوش ضايعين. اما التجميد الرئيس الحكومه جمد الى غايه 15 شهر واحد على ما يكون تعديل. وهذا البارح كان عندي لقاء مع السيد الوزير المحترم، قال كانت نيتنا حسنه، ما عندنا حتى شي حاجه عندنا حسنه، انما غادي يكون تعديل. ولكن حنا كان عندنا اليوم الثلاثاء
كنا الشعب المغربي قاطبة كلكم فرحان ومسرور بان الاساتذه غيدخلوا يوم الثلاثاء، ومع الاسف وفي الاخير الاساتذه مازال ما التحقوش ومازال، وحنا اناشد جميع الاساتذه يلتحقوا المؤسسات. هذا مسار وطني، هذا تحسيس وطني. لا بد عونا كذلك نثمن المجهودات الوزاريه وخاصه الرائده، المؤسسات الرائده. عندنا 630 مؤسسه على الصعيد الوطني هذه السنه، وهذه السنه المقبله عندنا 2000 مؤسسه السنه المقبله، وعندنا 300,000 تلميذ مستفيد من التلاميذ، وعندنا 320,000 من توزيع الكتب. يعني عندنا مؤسسات السيد الوالي المحترم، عندنا مؤسسات احسن من المؤسسات الخصوصيه. هذا اللغه العربيه وتوزيع الدفاتر الكتب بما فيه الماده العربيه والماده الفرنسيه والماده الرياضيات. وعندنا كذلك المؤسسات عن التعليم، المؤسسات كذلك انا اجي ادخل حدايا. وحنايا كنطالبوا السيد الوالي المحترم، اللي كنطالبوا حنايا هو التلميذ يكون في المؤسسه. هذا هو الهم ديالنا. الله يجزيكم بخير، حيت بزاف ديال الاخوان والاخوات الصبور الكريمين اللي تقدروا يكونوا مختصين مقتضى بوسط الحضور ديالكم. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. تحية السيد الوالي، تحية الحضور الكريم. هو ماشي تصحيح فقط، هو خصنا نعرفوا راسنا شكون اللي عيط لينا. حنا عيطتنا الولاية وعيطتنا بسميتنا كرؤساء الجمعيات الآباء على حدة، كل مؤسسة على حدة، ما عندناش تكتل. جينا فرادى لهذا المقام السعيد، جينا باش نذكروا على التلميذ اللي هو المحور الاساسي في هذه المنظومه التعليميه. وما نساوش ان الاستاذ راه كفه وحده، كاين التلميذ كاين الاستاذ. الا تنطلبوا بانه التلميذ يدخل راه خصنا نطلبوا حتى الاستاذ خصو يدخل. حنا كبير منا هذه المساله هذه كجمعيه الاباء، هذا غول بالنسبه لنا حنايا، راه كبر منا هذا الهم. حنا تنتحسروا لانه كاين دابا حاليا الهدر المدرسي جماعه، خصنا نفطنوا ليها بانه كاين الهدر المدرسي جماعه اللي الدوله تصرف عليه الملايين باش انه الدراري ما يخرجوش للشارع. دابا ولينا لقينا الدراري بحال عطله مدرسيه بالنسبه لهم، واخا تقري في الدار تتعيا. حنا ما عندناش المنهجيه، تكون موجز ولا تكون عندك الماستر ولا يكون عندك الدكتور وما كنتيش استاذ وداير في التكوين، راه ما يمكنش توصل للتلميذ ديالك. تنعيا وما نديرو، تندخلوا اليوتيوب تندخلوا باش نشرحوا لهم، للاسف ما تنقدروش نوصلوا لهم. الاستاذ راه عنده تكوين خاص، هنا راه ماشي تكونوا مع هذا ولا مع هذا. الاستاذ هو اللي غتذاكروا معاه، الدوله مع الاستاذ فقط. حنا كجمعيه الاباء اللي الضمانات غنقول لكم بانه غنكونوا ايجابيين داخل المؤسسات، لانه عندنا حنا جهاز تنفيذي وليس تقريري، ما تنقروش، حنا جهاز تنفيذي. وعندنا العقد التشاركي مع المؤسسات هو اننا نديروا التاهيل ونديروا الحياه المدرسيه ونديروا بزاف د الحوايج، وناجحين في العمل ديالنا الحمد لله. لا السيد المدير الاكاديمي راه كان مجموعه ديال اللقاءات باش كنا تنتلاقاو معاه، تينوه بالمجهودات ديال جمعيه الاباء اللي داخل المؤسسات. اذا حنا شريك ايجابي. كان واحد التخوف واحد الوقت عباد الله تيقول لك اودي راه جمعيه الاباء غتنوض صداع وغدير وغدير. هذا صحيح السيد الوالي، الجمعيه الاباء ما عمرها ما تكون فوضويه، هي اللي تتمص الغضب داخل المؤسسات. لو كان انه عندي مؤسسه بوحدي ممكن انني نتكلم نقول بانني راه المؤسسه ديالي عندها مشكل، يمكن تتواجه معها وتطلق البيبان باش تحل هذا المشكل. ولكن هذا المشكل هذا راه كبير منا، راه حتى واحد ما يقدر يحلو من غير الدوله
مع الاساتذه. راه ما يقدر شي واحد يقول لنا واخا تزينوا هنا حتى الصباح، واخا نقولوا اللي قلنا، راه كاين شي حاجه اللي كبر منا وصعيبه علينا حنايا اللي عفوا اذا طولت ياك. وشكرا. نزول هذا الطلب ديالكم. السلام عليكم. الله يجزيكم بخير. شويه الله يجزيكم. السلام عليكم. محدي سعيده، رئيسه جمعيه اباء وامهات تلاميذ ثانويه مليمه التاهيليه. عندي واحد السؤال للسيد الوالي تبعا لهذه الاتفاقيات اللي كانت مؤخرا مع السيد الوزير مع النقابه الاربعه الممثله هيئة التدريس. قلت بأن حدد 15 جونفي هو كآخر يعني تاريخ باش يلقاو الحلول. أنا السؤال ديالي كنقول واش من دابا حتى 15 يعني جونفي غيبقى دائما غادي يكون واحد الاستمرار ديال الإضرابات؟ يعني ما كانش واحد الرؤية واضحة بالنسبة لفوقاش غيتوقفوا هاد الإضرابات وغيمكن التلاميذ يعاودوا يرجعوا للمدارس ديالهم. عندي سؤال ثاني، هو كيف ستتمكن الأكاديمية مع الوزارة في تدبير المرحلة ما بعد الإضرابات؟ يعني ملي غيتسالوا الإضرابات وغيرجعوا التلاميذ يقراو، كيفاش غتدبر هذه المرحلة من ناحية ديال الدروس ومن ناحية ديال الامتحانات ومن ناحية ديال المقررات واش غيكملوا ولا ما غيكملوش، ومن ناحية الدعم واش يعني الحكومة مع المنظومات التعليمية ككل هما اللي غادي ياخذوا بعين الاعتبار كيفيه زعما الدعم اللي غيدار الدراري؟ ماشي غير الدعم حتى الدروس، لان كاين دروس اللي ما تقراوش، ما يمكنناش ندوزو بالدعم وحنا ما قريناش الدرس. يعني واش غيكون واحد التشارك ما بين سميتو الثانويات وجمعيه الاباء، وكيفاش غتدبر هذه المرحله؟ السؤال الاخير هو اللي زعما كاقتراح، هو مادام هذا المشكل اللي كاين مع الاساتذه والاساتذه كيف ما قالوا الاخوان، الحقوق ديالهم راها على راسنا وعينينا، بانهم كيطالبوا غير الحقوق ديالهم وحنا معاهم، لان باش يمكن يتجود نعطيو واحد التجويد للتعليم كيخصنا يعني نعترفوا ونعطيو واحد القيمه للاستاذ، وماشي غير الاستاذ، يعني الانفراستركتور والمحيط ككل خص تاخذ فيه عين الاعتبار، لان حتى ديك الميزانيه المخصصه للتعليم راه الا ما ترفعاتش راه ما غيتخلص لا الاستاذ، ما غتحسنش التجويد ديال التعليم، ما غتكون حتى شي نتيجه. المهم باختصار هذو هما الاسئله. شكرا. السلام عليكم. السيد الوالي مشكور، الاساتذه المدراء مشكورين على الحضور ديالكم. قبل كل شيء تنأكد على الكلام اللي قالوا الاخ، حنا ما جيناش هنا كتمثيليه كجمعيه اباء، حنا جينا اليوم لعندكم عند السيد الوالي والمدير الاقليمي باش ناخذوا من عندكم الجواب، باش نعطيو للاباء اللي من مورانا تيتسناو الجواب، حيت الابناء ديالهم ضايعين. حنا بغينا الجواب من عندكم، ما جيناش باش نعطيو حنا حلول، وحنا ماشي منصب تيسمح لنا باش نعطيو الحلول. الحلول تسنينا من عندكم ومن عند المدراء باش يدخلوا هما يعطيونا الحلول اللي نواجهوا بها حنا الاباء اللي من مورانا. ما جيناش هنا باش نبقاو نعطيو كتوبه ولا نعطيو شنو خصنا نقريو ولادنا ولا الحل فين يمشي. حنا بغينا الحل من عند السلطه، الناس، الدوله تعطينا الحل. داك الملف ديال الاستاذ ما بغاش يدخل التلميذ خصو يقرا، حنا ولادنا هادو، وحتى واحد فينا هنا ما يرفض انه ولده يقرا، ولكن بغينا الحل نسمعوه باش ملي نخرجوا راه نلقاو اباء اخرين تيتسناونا وتيتسناو الجواب من عندنا. وشكرا. نزيدوا واحد 3 ولا 4 ديال التدخلات. الله يجزيك الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. كنحيوا السيد الولي على هذه المبادره اللي هي مبادره مهمه اللي كتهم وليداتنا كاملين وكتهم رجال الغد. حنا همنا واحد في هذه القاعه، هي التربيه ديال الوليدات ديالنا باش يرجعوا يقراو في المدارس ديالهم.
يحزن في النفس ان نشوفوا الوليدات ديالنا انهم جالسين في الدار. ملي كتهضر مع وليد عنده 9 سنين وكيقول لك بابا مثلا راه اذا خليني الناس كتحس بواحد زعما صراحه بواحد التذمر في النفس ديالك. لهذا بغينا حلول تكون منصفه للاساتذه وحتى الوزاره باش نلقاو واحد الحلول اللي هي ترضي الجميع، وهذا الشيء كيهدف للمصلحه ديال الوليدات ديالنا ان شاء الله. وهاد الوليدات اللي هما رجال الغد، هاد الوليدات هما مستقبل هاد البلد. وتحياتي لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ممثل عن جمعية آباء وأولياء التلاميذ مدرسة لسان الدين بن الخطيب. تحية للحضور، تحية للسيد ولي العهد الاستدعاء لنا في اليوم المبارك. إن شاء الله ونخرجوا بشي نتيجة إن شاء الله. كما قال الأخ أننا وراءنا مجموعة ديال الآباء كينتظروا الإجابة ديالهم، لأن حنا الجنود الأماميين ديال الآباء أمام المؤسسات التعليمية. السؤال للسيد المدير الأكاديمي هو أن الوزارة أبدت نية كما قال السيد الوزير الأول أن عندها واحد النية في حل هذا الأمور. لذلك حنايا في هذا الإضراب هذا راه عندنا بحال شكل مرض، يعني ما حنا كنتعطلوا المرض كيمشي في سائر الجسد، والجسد مكون من السادة الآباء والسادة رؤساء الجمعيات الآباء والمدراء والأساتذة، منهم السلطات المحلية ومنهم الوزارة. إذا حنا كلنا جسد واحد. لذلك الحل في هذا بيد الوزارة كما قالوا الإخوان. ما عندناش حنا الحل اللي غنطرحوه الناس، هو الكاين هو أزمة في التواصل. حنا عندنا أزمة في التواصل مع الآباء. شنو هو الميساج أو الرسالة اللي غنوصلوا لها؟ المسألة الثانية في التواصل هو ما بين الوزارة والأساتذة، لأن الأساتذة تطلبوا بحضور تنسيقيات في الاجتماعات المقبلة ما بين اللجنة الوزارية وما بين النقابات اللي كتكون حاليا. والأزمة الثالثة هي أزمة مصطلحات، لأن الوزارة أبدت النية فالمصطلحات اللي كتقوم بأنها طرحتها في الاجتماع ديال الاثنين هو التجميد. الأساتذة يطلبوا بمصطلح سحب النظام الأساسي، والمصطلح ديال تحسين الدخل هما كيطالبوا بمصطلح رفع من الأجور ماشي تحسين الدخل. وشكرا. السلام عليكم. معكم مدير الثانوية الإعدادية أبي ذر العفاري بحيث على كل. غادي نهضر على ما هو تربوي بالأساس، لأن الحوار ما بين الحكومة والسيدات والسادة الأساتذة تشوف أنه كبير عليا، فنهضر غير على ما هو تربوي وعلى الهدر الزمن اللي وقع بالنسبه للكلمات. انا اقترح كما وقع في عهد كورونا كان تأجل الامتحان المحلي مثلا بالنسبه للاعدادي الى غايه شهر فبراير. حنا دابا الان كنتكلموا على 6 أسابيع ديال هذا الزمن المدرسي. يكفينا 4 أسابيع أو 3 أسابيع لاستدراك ما فات، ويتم التمديد ديال السنة الدراسية إلى غاية شهر جويلية. هذا الشيء بطبيعة الحال كنتكلم عليه رأفة بهؤلاء التلاميذ، وكنتكلم عليه أيضا باش ما نبقاوش ندخلوا في الجدال ديال الحوار. فعندي واحد النقطة يمكن غادي نقولها للسيدة رئيسة جمعية الآباء ديال مولاي يوسف. احنا ما غاديش نوصلوا ل 15 على حسب ما نقرأ وما نشاهد. احنا عندنا يوم الخميس غادي يكون مجموعة من الحلول على حسب اللي اتفقوا عليه. كنتمنى ان هذه الحلول تكون مرضيه باش يكون الدخول ديال السيدات والساده الاساتذه ابتداء من يوم الاثنين. اذا كان يوم الاثنين
بطبيعه الحال بعد العطله، لان ما يجيش شي واحد يقول لنا انه غادي يدار الدعم خلال العطله البينيه المقبله ديال 3 جويلية. غير ممكن. لا الاساتذه غادي يجيو، لا التلاميذ. هي عطله كتقال بشحال هذه، هي عطله للتلاميذ. دونك باش يجيب لك الاب يجيب لك التلميذ صعيبه، وباش يجي الاستاذ في العطله البينيه باقي ما ترسمتش بشكل رسمي. دونك انا اقترح فبراير غادي يداروا الامتحانات الاشهاديه ويتم التدارك ديال هاد الدروس وتمدد. اذا القضيه ديال 15 يناير هذيك في افق على اكبر تقدير غادي يكون. حنا دابا ما كنهضروش على الحوار والمخرجات ديالو، لا، حنا كنهضروا غير هادشي اللي جاي يوم الخميس. وشكرا. إخوان السلام عليكم. شكرا للسيد ولي على هذا اللقاء التواصل مع جمعية الآباء. شكرا للسيد الكاتب العام، السيد المدير الإقليمي، رؤساء جمعية الآباء وأولياء التلاميذ. شكرا للناس المديرين ديال جميع المؤسسات داخل عاصمة الرباط. هذا الموضوع اللي مربنا حنا جمعية الآباء، والسؤال اللي نطرحه للسيد المدير الإقليمي اللي هو مسؤول في هذا القطاع هذا، اللي ما كانش السيد الوالي بهذا اللقاء، ما نظنش شكون غيستمع لنا وشكون غيشوف المعاناه ديال الابناء ديالنا اللي كان سيدنا الله ينصرو لقي واحد النقطه ايجابيه على التعليم. الى التعليم هو المستقبل البلاد، ولا ما كانش التعليم بحال السيد الوالي لا يكون الحضور ديال السيد الوالي ولا السيد اي واحد فينا. الى التعليم خصنا نسبقوا ليه، وحنا مع الاستاذ ومع الاستاذه، ولا الاستاذ يبقى من ابناء الشعب ولا حقوق ديالو اي واحد لا نقاش عليه، ما غاديش نزايدو. المشكل اللي كاين هو هذه المده هذه ديال الاضراب داخل المؤسسه. هادشي بغا المدير تعطينا اقتناع هادشي غيستمر ولا هادشي غادي يوقف. ان الاباء، وانا كنكون جمعيه الاباء، انا راني اب ندافع على جميع ابناء ديال هذه المنطقه، ابناء مقاطعه اللوسوبيه في الرباط. تعرفوا مقاطعه شحال كاينه من المؤسسه، شحال كاينه فئه سكانيه. الله عليكم، في التلميذ كيخرج من الدار ديالو وكيجي للمؤسسه يبقى في الساحه انذار 2 سوايع في الاضراب وهو قدام الشمس. هذا الولد هذا لو مات شكون اللي غيتحمل المسؤوليه؟ شكون هذا الولد هذا غنحسبوا طفل غيفتخر بالوطنيه ديالو ولا غنسخطوا على الوطنيه ديالو؟ الا كنشوف واحد الحاله باديه، الا الكتيبه اللي كتكون وسط الحراره، ولكن التلميذ فين هو الدور ديالو؟ فين المراقبه؟ فين اللجنه داخل المؤسسه باش نحافظ هذاك التلميذ من الشغف ديالو؟ ولا قدر وقعت شي حاجه غادي نجاوب واحد النقطه، حنا ما غاديش نزايدو، ولكن حنا جمعيه الاباء الا باش استاذ جاوب على واحد السيده لا ما نذكر الاسم. حنا جمعيه الاباء راه نحسوا مقاولين داخل المؤسسه، جيب الدوره صبروا بيني، خاص هذه فعل هذه، هذا هو الواقع. يعني خيار ديال التلميذ هذاك مبلغ 100 درهم خاصنا حنا جمعيه الاباء، وتكون وزاره التعليم تعطينا واحد الميزانيه ونعوضوا الابناء ديالنا في هذا الدعم باش تقاد الامور. اللي كان استاذ ما كاينيش الاستاذه اللي غتساهم في التعليم، يعني هذه الاستاذه هذه فاش الوطنيه؟ يعني رؤساء هم الوطنيين، يعني خاصنا نعطيو رؤساء. كاينين جمعيات كاينه اوراش نجيبوها ونعطيو الاولاد ديالنا. راه الولد راه مسؤول علينا. اللي كان السيد ولي حضرنا في هذا اللقاء مشكورا له باش نتكلم معكم بالحماس بالوطنيه، ما غنزايدوش. اللي كانت النقابه ما دارش الدور ديالها، حنا مستعدين مع السيد السلطه المحليه اللي لقاو الحل اللي خاصنا نوصلوا الاباء نكرموهم. اذا المغرب ديالنا الحمد لله مستعد، راه كاس افريقيا كاس العالم، كنخليو الشمال كذا شنو غيديروا فينا؟ هذا هو اللي كنتمناو. عطيونا شي حاجه نفرحوا بها ولدنا. الا ولد مسؤول ولا اي واحد راه جالس سيدنا الله يسلو بركه من الكرسي، خرج الميدان وشوف هذا الشعب كيفاش كيعينوا المعاناه. كيكونوا الناس عندهم فلوس بريفي، راك تقصي من ابناء الشعب، وهذا حق المشروع وحق المشروع. السلام عليكم.
السلام عليكم. رشيد موليد، رئيس جمعيه اباء واولياء التلاميذ بعهد الملك السعدي. طيب انا نهضر على واحد النقاط اللي لمست فيهم شخصيا، يعني واحد الاقصاء ديال الجمعيات ديال الاباء واولياء التلاميذ في مجموعه ديال المحطات. على راسها تتكلموا على وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي، فاذا بنا نرى ان التعليم الاولي هو يعني مكلفه به جمعيات خارج اسره ديال التعليم. هذه نقطه. النقطه الثانيه، يعني ملي كنبغيو نديروا شي انشطه، مثلا نبغيو نوزعوا دفاتر، نوزعوا كتب، تنبغيو نديروا قافله طبيه داخل المؤسسات، تنلقاو قدامنا الرفض من طرف الوزاره، وما تنستطيعوش اللي هو المقر ديالنا تما، ما تنستطيعوش نديروا انشطه داخل المؤسسه في بعض بحال هذه الانشطه هذه. وشكرا. شكرا. السلام عليكم. معكم هشام بالعيدي، رئيس جمعيه الاباء مدرسه الحسن الوزاني، جهه يوسفيه تقدم. نشكر السيد الولي على الحضور ديال جمعيه الاباء والمدراء. عندي واحد السؤال السيد الولي، وخاصه موجه الى المدير الاقليمي. احنا بصفتنا كجمعيه الاباء تلقاو جميع المشاكل. اول حاجه ديال التلميذ دابا بقينا عارفين والو، جات كورونا خربقاتو بهذا اللوداج، جا مع هذا الهدر ديال المدرسي، اضرابات ديال الاساتذه. حنا بغينا واحد الحل يكون يرضي الجميع. حنا دابا المدرسه ديالنا حنا تنعانيو بها بزاف ديال الاشكاليات. راسلنا على البنيه التحتيه ديال المدرسه. اسمحوا لي واحد النقطه، الله يحميكم الوالدين. تنهضر على الجميع. حنا بغينا اول حاجه، حنا بغينا الدري يرجع للمؤسسه. اول حاجه حنا مع الاستاذ ومع المعلمين. حنا اول حاجه استاذ سعد الولي، حنا نقول لك واحد الكلام، الله يرحم لك الوالدين ويجازيكم بخير. اسمعوا لي واحد النقطه، الله يرحمكم الوالدين. حنا التلميذ ولا تيعاني بزاف بصفتي كأب. انا ما بقيتش حاسب، ما حيلتي الخدمه